السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كان بعت لنا واحد محترم كده بيقول لك انا ساعات الكلفة بتخلص عندي ومش عارف اعمل ايه. بص، عشان مؤقتا طبعا حرام تسيب الطير ما بياكلش، عشان ده برضك حرام. فانت مرة او مرتين في الاسبوع او كل 15 20 يوم تعمل الحركة دي. لو الدنيا مريحة معاك او الكلفة اللي موجودة قليلة قوي مش هتشبع الحمام. انا شخصيا بص بجيب عيش وببله او بكسره وبحط على الكلفة. هو كتره غلط بس احنا اهو بنحط على الكلفة اهو. تمام، مفيش اي مشكلة. محدش يقولك ده الحمام يموت الحمام يبوظ، لا، احنا فضل من ربنا بقالنا سنين شغالين على كده، سنين كتير جدا. تمام، هو انا اعمل عشان بس طالع متاخر، والمكان اللي انا المنطقه اللي انا فيها ما فيهاش عيش كتير، قصدي كلفه، او عشان اجيب كلفه اجيب من منطقه بعيده. فانا جبت يعني طلعت لقيت الكلفه اللي موجوده عمرها ما هتكفي الحمام. الحمد لله الحمام مش كتير قوي، بس الكلفه مش هتكفيهم، وبرضه هيتبهدلوا واسيبهم جعانين. الكلفه اللي انا هديها لهم مش هتقضي. فالاحسن ان انت تبص تبل عيش اهو، او تكسره حتت صغيره زي الذره والفول، تدشه خالص. هيظبط معاك الكلام، مفيش اي مشكله ولا حاجه، ولا يشغلك ولا حاجه تزعلك. بس الموضوع ما يتكررش كتير، كل فتره تعمل الحركه دي مش مشكله. تمام. طبعا برضو الكلفه غاليه، وممكن تدخل سنه عيش خفيفه جدا، عيش ناشف. تمام. شوفوا برضو لو عايزين اي حاجه احنا تحت امركم. ولو استفدت بحاجه ما تنساش اللايك والشير للفيديو، واستنونا في كل جديد، واشتراك في القناة اهم حاجة عشان يجيلكم كل جديد. سلام عليكم.